ليلة الهجرة، النبي في داره. جبريل للنبي: كتبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه يرتفع الوحي. علي بن أبي طالب يدخل هامسا: ألمح في عتمة الليل رجالا قد اجتمعوا على بابك، ما أحسبهم إلا يرصدونك حتى تنام فيثبون عليك. نم على فراشي وتسجى ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم فيه، فإن لم يخلص إليك شيئا تكرهه منهم. علي يفعل ما أمره به النبي. أرى أنه قد نام. أبو سفيان يتطلع إلى مكان النبي، أنه نائم في برده الأخضر الذي ينام فيه، أن محمدا يزعم أنكم تابعتموه على أمره، كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنانا كجنان الأردن، وأن تفعلوه كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها. محمد يخرج عليهم آخذا حفنة من تراب في يده. محمد هامسا: نعم أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. ينصرف النبي وهم كالنائمين لا يبصرون. راع يمر بهم: يا معشر قريش، قريش لا تراه. الراعي لقريش: ما تنتظرون ها هنا أيها الناس؟ الجميع كأنما أفاقوا يهمسون: محمدا، والله خيبكم الله، خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ الجميع يضع كل منهم يده على رأسه: حقا هذا تراب، ما هذا التراب؟ يتطلعون إلى فراش النبي وفيه علي في برد رسول الله. أبو جهل متطلعا: واللاتي إن هذا لمحمد نائما عليه برده. الراعي كالمخاطب لنفسه: إن محمدا قد هاجر أيها الغافلون. في يثرب جمع من الأنصار والمهاجرين ينتظرون على أبواب المدينة في حمارة القيظ، فلم يقدم بعد، نرجو أن يقدم اليوم. يهودي من بينهم: كل يوم تقولون هذا. عبد الله من الأنصار: والله إنا لنخرج في أول النهار من كل يوم نتحين قدومه حتى تحرقنا الشمس فنرجع إلى منازلنا وما قدم. وسمعتم بمخرجه وحده؟ سعد من المهاجرين: لقد سمعنا بمخرجه من مكة هو وأبو بكر. سليط من المهاجرين: إن الشمس قد غلبتنا على الظلال ولم يبق ظل، فلندخل بيوتنا فما أحسبه آتيا اليوم. ينصرفون إلى بيوتهم ما عدا اليهودي، فإنه صعد إلى أكفى لبعض شأنه، ولا يكادون يدخلون منازلهم حتى تقبل الراحلتين وعليهما محمد وأبو بكر وابن أريقط. اليهودي يلتفت من أعلى الأكمة فيرى القادمين فيصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء. المسلمون من كل بيت يصيحون: الله أكبر، الله أكبر، ثم يهرعون خارجين يستقبلون النبي. محمد ينزل عن راحلته ويجلس مع أبي بكر في ظل نخلة. المسلمون من أنصار ومهاجرين يقبلون على النبي من كل مكان يسلمون عليه. اركب آمنا مطاعا. ثم يحيطون بالنبي وقد وضع النبي للناقة زمامها. الناس من نساء وصبيان وإماء يصيحون فرحين: نبي الله جاء، نبي الله جاء.
بنو سالم يعترضون سبيل النبي. أقم عندنا يا رسول الله في العدد والعدة والمنع، أنأخذ بخطام الناقة؟ محمد وهو يشير إلى الدابة: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. بنو عدي يعترضون الناقة كذلك: يا رسول الله هلم إلى العدد والعدة والسلاح، خلوا سبيلها فإنها مأمورة. تسير الناقة حتى تقف على مربد فتبرك. الناس في همس: لقد بركت الناقة. محمد يسأل من حوله: لمن المربد؟ معاذ بن عفراء يتقدم: هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو. محمد همسا: يا أبا بكر، ثم يلقى في إذنه كلاما. أبو بكر لمن حوله: سيبتاع النبي هذا المربد ويرضيهما منه، فهنا يبنى مسجد الله ومسكن رسوله.